مرحبا بكم معنا في هذه الأمسية التي ارتأينا أن نخرج منها عن المألوف. ارتأينا أن نأخذ مسارا آخر، مسارا نناقش فيه علاقة الثقافة بالفن، تلك العلاقة اللصيقة التي ما فتئت أن تتزاوج فيما بينها منذ غابر العصور. واليوم سوف نناقش مسألة كان لها أثر كبير هنا بالحي المحمدي كمنطلق لتعم المملكة المغربية والعالم أجمع. نعم، سوف نناقش الظاهرة الغيوانية أو ظاهرة المجموعات. هذه الظاهرة التي أحدثت ضجة منذ ظهورها في بداية السبعينات إلى يومنا هذا. نعم، ما يناهز 54 سنة وظاهرة المجموعات الغيوانية راسخة ثابتة على مقام واحد وعلى مسار واحد تستمع إليها دون كلل ولا ملل. عاشرناها ونحن أطفال صغار، عاشرناها ونحن شباب، وها نحن نعاشرها رجالا، وإن أطال الله ستظل معنا ونحن شياب. نعم، فالظاهرة أعطت الشيء الكثير منذ ظهورها إلى يومنا هذا، لكن لم تكن هذه الظاهرة ولا هذا النجاح من فراغ أو من خواء، وإنما كان عبر مجهودات متكثفة وعبر أعمال جدية وناجحة. كانت هناك موسيقى، كان هناك أداء، وكانت هناك كلمة، ودور الكلمة كان بارزا في نجاح الظاهرة الغيوانية، لأن كل ما تغنت به المجموعات برمتها كان زجلا وكان شعرا فصيحا. تغنوا ناس الغيوان بالأغاني الزجلية في المنطلق، بالأنشودة لينطلقوا إلى أغاني زجلية موروثة. نفس الشيء بالنسبة لتجادة ومسنوى، لكن مع ظهور مجموعة المشاهد ومجموعة السهام تغير الحال لتتغنى القصيدة وتجد نفسها فاردة وجودها داخل الظاهرة الغيوانية في أغاني متنوعة وفي أغاني ظلت راسخة في أذهاننا وظلت خالدة إلى يومنا هذا. ويقال له بأن هناك رواد وهناك استمرارية، لكني أقول هي ظاهرة واحدة: الاستمرارية مع الرواد ومع الفرق الحديثة. هناك فرق حديثة العصر لكن أغانيها تجعلك تعيش معها كأنها منذ سنين خلت، كأن لها ما يزيد عن 20 سنة أو أكثر، لأنها أشبعتنا طربا، أشبعتنا غناء، جعلتنا نحس بأن هذه الأغنية لها دور كبير في حياتنا. كيف عشنا سنين النوم قومنا زمن القوم في طازنا في يوم جرنا الكلام والماضي ما نسيناه كانوا اللي كان والأصل ما مكرناه صرنا أيام والجهود ندمناه بين الأمان وغفلونا نساه جسد كان والماضي ما نسيناه كانوا اللي كان والأصل ما مكرناه صرنا أيام والجهود ندمناه بين الأمان وغفلونا نساه عشنا الوقت عشنا سريانو والله زين القوم في الله زين في يوم شوفنا
زادوكي